مجموعة من الإسبير الخارقين للطبيعة بيتعرضوا للقتل والاضطهاد من الحكومات الخاصة، لكن بمساعدة شرطي خاص بيقدروا يكونوا عالم جديد بعيد عن العنف والتنمر. لكن في رحلتهم لبناء عالم مثالي بيقابلوا كتير من المخاطر والحقائق والخيانات من كل اللي حواليهم. بتبدأ حكايتنا في سجن السايبر في منطقة الجنوب، واللي بيكون متخصص فقط للمجرمين المختلين، وكمان المجرمين اللي بيسببوا خطورة كبيرة جدا في السجون العادية أو المساجين اللي مجموعة الإسبير الخاصة بالسحر والقوى الخارقة. وبيكون المساجين كلهم متجمعين وعمالين يعملوا رهانات على القتال، واللي بيفوز بياخد اكل لكن اللي بيخسر بيتحرم من الاكل. ومن ضمن القتالات دي بيكون في شخص اسمه اندي، وده مسجون من المساجين لكنه قوي جدا جدا، وده مش باين على جسمه نهائي. فبيقرر اندي انه يدخل في القتال مع الباقيين، بس المفاجاه بقى ان اللي بيقاتل قصاد اندي بيكون اقوى شخص في السجن واضخمهم حجما. لكن الغريب ان اندي مش بيهمه وبيدخل في القتال ده، وكمان بيضرب الشخص الضخم ده خبطه واحده بس بيوقعه على الارض. وكل المساجين في الوقت ده بتنبهر باندي جدا، وبيفضلوا يشجعوه ويدوا له اكل. وفي نفس الوقت بيكون القائد كين، وده رئيس السجن، بيبقى قاعد قدام الجهاز بتاعه وبيعرف ان في مسجون جديد جاي، لكن المسجون ده محتاج معامله خاصه. فبياخد كين الضباط وبينزل عشان يستلم المسجون الجديد، واللي بيكون جاي في طياره هليكوبتر. واول ما بينزل بيبدا كين يتكلم مع المسجون، واللي بنعرف انه يبقى هايبو كسوكي، اصغر مجرم في تاريخ الاجرام، واللي بيمتلك عصابه قويه جدا. مش بس كده، ده كمان من مجموعه الاسبير، وهو اللي مكون مجموعه البندوره الخاصه بالسحر والقوى الخارقه. وبمجرد ما بينزل هايبو ارض السجن بيبدا انه يقل ادبه على القائد كين. في ساعتها واحد من الضباط بيروح يضربه على وشه، وبينفعل هايبو وبيكون هيرد الضربه للضابط، لكن بيدخل اندي وبيقول على هايبو انه طفل واكيد ما يقصدش. وساعتها بيضحك هايبو، بيقرب من اندي وبيقول له انه فعلا طفل بس يقدر يعمل كتير جدا. وفجاه بيخرج هايبو ايده الطياره بتلف من مكانها بشكل مبالغ فيه، والكل بيستغرب وبيخاف من هايبو وبيبداوا يبعدوا عنه. لكن القائد كين بيزعق للضباط وبيقول لهم ياخدوا هايبو للحبس الانفرادي، وبيدخلوا هايبو كمان معاهم للحبس. وبيفضل اندي طول الليل يسال هايبو اذا كان فعلا زعيم العصابه ولا لا، وازاي يقدر يحرك الطياره بس بايده. بس هايبو مش بيرد، وبعد شويه بيقول هايبو انه لازم يخرج من هنا، بس بيتريق اندي وبيقول ان مستحيل حد يهرب من السجن ده. لكن هايبو مش بيهمه الكلام، وتاني يوم بيروحوا عشان ياخدوا حصتهم من وجبه الغداء. وبياخد باله ان الضابط اللي بيقدم له الاكل بيحط له فيه دواء، فبيشغل هايبو دماغه وبياخد الاكل اللي اتحط فيه الدواء وبيروح يديه لاندي. وبيقول هايبو لاندي انه عاوز يكونوا اصدقاء. وبعد ما بيخلصوا اكل بيكون الميعاد بتاع رهان القتال، وبيروح اندي عشان يقاتل زي كل يوم، بس الغريب انه بيكون مش قادر نهائي، وده بيكون بسبب مفعول الدواء اللي كان في الاكل. فبيفضل المساجين يضربوا في اندي لحد ما بيغمى عليه وبياخدوه للمستشفى. وبعد شويه بيفوق اندي وبيلاقي هايبو جنبه، وبيكون هايبو ضارب الضباط اللي موجودين في المستشفى، وبيقول لاندي ان جه الوقت علشان يمشوا من هنا. وبياخدوا وبينزلوا من تحت، وبيكون اندي فاكر انهم هيمشوا من المكان كله، لكن اتفاجئ انهم نازلين لمختبر غريب موجود تحت ارض مستشفى السجن، ومحبوس فيه بنت صغيره في صندوق ازاز. وبيدخل هايبو عشان يطلع البنت دي بسرعه، وساعتها بيدخل القائد كين وبيقول له هايبو انه جايبه مخصوص عشان يستفيد منه. وهنا بقى بنفهم كل حاجه، وبيطلع هايبو زعيم لاكبر عصابه خاصه بالقوى الخارقه والسحر، والبنت المحبوسه دي تبقى ليانا، واللي بيعتبرها اخته الصغيره، والقائد كين كان خاطفها. وبيقول كين لهايبو انه مش هيخرج من هنا نهائي ولا هيسيبه، هيستغل القوى اللي عنده. وبيفتح كين باب في المختبر، وبيطلع منه شكل وحش كبير، وبيضحك كين وبيقول ان الكائن ده معمول من 20 خليه من خلايا الخارقه، وان مفيش حد يقدر يواجهه ولا يقدر عليه. لكن بيضحك هايبو وبيبدا يستغل قوته وبيطير بسرعه لفوق المختبر، وبيبدا انه يتواجه مع الكائن ده. لكن الكائن بيكون قوي بشكل كبير قوي، وما بيبقاش هايبو قادر عليه. ومن كتر القوى المضاده بينهم الاثنين بيقع هايبو في قلب الصندوق الزجاجي اللي محبوسه فيه ليانا. واول ما بيبص هايبو في ايد ليانا وبيلاقي ان جوه ايديها حقنه بيسحبوا منها القوه، فبيتضايق هايبو جدا وبيقرر انه يخلص على المختبر باللي فيه. وفجاه بيتغير شكل هايبو وعينيه لونها بيبدل، وبحركه واحده بيكسر كل الصناديق الازاز، وبيقدر انه يدخل قتال قوي جدا مع الكائن اللي كين عمله. وبيخلص هايبو على الكائن ده، وبيبقى كين مش مصدق اللي بيحصل، وعمال يطلب من الضباط انهم يضربوا نار على هايبو، بس مفيش اي رصاص بيحوق فيه. وبيقف هايبو قدامهم وبيخلص عليهم وبيفجر كل المختبر. وفي الوقت ده بتكون ليانا خايفه، واندي واقف مصدوم من كل اللي بيحصل ومش مصدقه. وبمجرد ما بيخلص هايبو تدمير في المختبر بياخد اندي وليانا وبيخرجوا من المكان، وبيروح هايبو يدمر سور السجن، وبيقول للمساجين اللي جواه انهم يقدروا يخرجوا خلاص. وبيجي مساعد هايبو ومعاه مركبه فضائيه، وبيقول هايبو لاندي انه قرر ياخده معاه للمنظمه بتاعتهم، وبيطلعوا كلهم على السفينه عشان يسافروا. والمساعد بتاع هايبو بيكون مستغرب وبيسال هايبو ليه خلى اندي يجي معاهم. وفي نفس الوقت بيكون اندي موجود في مكان في السفينه اللي كان مستخبي فيه، وبيقف قدام شاشه وبيطلع من عينه اشاره للشاشه فبيتواصل مع حد. وهوب بيطلع اندي مش مسجون ولا حاجه، وبيطلع ضابط تبع الامن الوطني، وكان في السجن وعمل كل اللي عمله ده عشان خطه معينه، وهي انه يقدر يلتقي بهايبو ويروح معاه للمنظمه بتاعته. ومن بعدها بيبدا اندي انه يتعامل مع كل الموجودين على السفينه، وبيتعرف عليهم واحد واحد، واللي من ضمنهم بيكون بنت جميله جدا اسمها ديكا. وفي يوم بيكون اندي واقف وديكا بتحاول انها تستفزه، وهو فعلا بيتضايق من كلامها،
فساعتها بيجي هويبو بيقول له ان العصبيه مش من صفاتهم هنا، وبيشد هويبو اندي وبيرميه في الميه وبيخلي قرش يجري وراه عشان يشوف هيقدر يطلع في قد ايه. وبالفعل اندي بيقدر يتغلب على قرش في دقايق. وما بيخرج اندي بيسال هويبو هو ليه جايبه معاهم، فساعتها بيقول هويبو لاندي انه عنده قوه هو نفسه ما يعرفش قيمتها. وساعتها طبعا اندي بيعمل نفسه عبيط ومش عارف ايه موضوع القوه ده، وبيطلب اندي من المساعد بتاعه يتقاتل مع هويبو وهو اللي بيكسب. وبيقول كمان لليانا واللي القوه بتاعتها انها بتقرا الافكار، وبيقول لها تقرا افكار اندي لكنها بتكتشف انها مش عارفه تقراها. وساعتها بيبص هويبو لاندي وبيقول ان دي هي قوته وانه مميز بان مفيش اي قوه خارجيه بتاثر عليه. وبعدها بيوصلوا للبلد اللي هيستقروا فيها، وبياخد المساعد اندي وبيديله بدله من عنده. وبعدها بيروح المساعد يقعد مع هويبو، وبنعرف ان المساعد اسمه كاتكو وانه من اقوى الاشخاص في المنظمه. وبيبقى كاتكو شاكك في اندي، وعشان كده بيقول له هويبو انهم لازم يفرجوا القوه بتاعتهم قد ايه عشان يخاف منهم. وفي الوقت ده بيكون اندي بيتكلم عن طريق العين السحريه بتاعته مع الرئيس بتاعه، واللي بيعرفوا انه لازم ياخد باله لانهم اذكياء جدا في المنظمه. وتاني يوم بيروح عند الهويبو وباقي فريقهم في المكان الخاص بيهم، وبيعرف انهم بيحطوا فيها اسلحه بيهربوها ولوحات بيسرقوها، ده كمان غير الممنوعات والفلوس المزوره. وبياخد هويبو باله ان اندي مركز مع كل ده، فبيطلب هويبو من كاتكو ياخد اندي معاهم في المهمه الجديده، واللي بتكون عباره عن انهم يخطفوا شخصيه مهمه ويخلصوا عليها. وفعلا بيبدا كاتكو المهمه وبيستغل قوته اللي بيقدر يطير وبيروح يجيب الشخصيه المهمه دي، وبتكون ديكا كمان معاهم وهي كمان بتكون بتمتلك قوه رهيبه. والاهم هو ساجو اللي قوته عباره عن موجات صوتيه بتخليهم يعملوا اي حاجه من غير ما باقي البشر يحسوا. وطبعا اندي بيكون شايف كل ده ومبهور بيه، وبيعرف ان الدخول جوه المنظمه دي مش سهل وان مهمته صعبه جدا. وبعدها بيرجعوا بيطلب هويبو من اندي انه يساعدهم في المهمه الجديده، واللي عباره عن انهم يقتلوا الشخص الاول المسؤول عن اعمال السحر في المنظمه. وبيقول هويبو لاندي انه هو اللي هيقتل، فبيخاف اندي وبيكون متوتر، وبيجي وقت التنفيذ وبيكون هويبو قاعد مع الشخص ده، واندي مستخبي في مكان بعيد ومعاه RPG وهيعد لحد 3 ويضرب على الشخص الساحر. لكن اندي بيكون مش قادر يعمل كده وبيفضل يفكر ويقول انه لو ما نفذش هيشكوا فيه، ولو نفذ هيكون بقى قاتل زيهم. وفي الوقت ده بياخد هويبو باله ان اندي متردد، فبيضحك هويبو وبيدي اشاره لكاتكو عشان يوقف عمليه ضرب النار. وبيروح كاتكو يجيب اندي، وعلى ما بيوصلوا بيكون هويبو خلص على السحر والرجاله اللي معاه لوحده. وبيقول هويبو لاندي انه هيسامحه المره دي بس عشان لسه جديد معاهم. وبيبص هويبو للبلد من فوق وبيقول انه خلاص مهمته في البلد دي خلصت، بس لازم يسيب علامه. وبيستدعي قوته وبيكسر كل البيوت والعمارات اللي في المنطقه وبيمشوا يرجعوا للسفينه تاني. لكن كاتكو بيكون مصمم ان اندي مش شخص عادي وانه اكيد جاسوس، فبيروح لليانا وبيقول لها انها تحاول بكل الطرق تقرا افكار اندي، وان لو قوته بتمنع ده تستخدم اي اسلوب. وتاني يوم على السفينه بيكون خلاص اتحركوا عشان يسافروا، وبيروح هويبو لاندي وبيقول انه خلاص بقى واحد منهم، وبيديله سلسله وبيقول ان المنظمه بتاعتهم اسمها بندورا وان ده الشعار بتاعهم، وانه قريب هيعرف كل حاجه عنهم. الغريب ان اندي بيكون قلقان وهو بيسمع الكلام ده وخايف لا يكون انكشف، وبيدي هويبو لاندي كاس وبيكون فاكره ويسكي، لكنه بيتفاجئ اما بيلاقي لبن وبيساله ازاي منظمه اجرام وبيشربوا لبن. فبيضحك هويبو بيقول انه محتاج يصبر عشان يقدر يفهم هم ايه بالظبط. وتاني يوم بيكون في حفله كبيره في بريطانيا عاملاها الاميره عشان تدعم ان الاسبير والاشخاص المختلفه من حقهم يعيشوا معاهم في الدوله بدون اي اضطهاد ليهم. وبيوصل للحفله 2 ضباط من الاتحاد الياباني وهم سيكو ومايكو، والاتنين بمجرد وصولهم لمكان الحفله بيبان انهم متنكرين عشان شيء مهم، ومش معرفين حد انهم ضباط، وده لانهم مبعوثين في مهمه معينه وهي حمايه الاميره من اي خطر. وبياخد مايكو باله ان منظمه البندوره موجودين في الحفله، فبيروح بسرعه يقرب من هويبو وبيساله هو ليه موجود هنا. وساعتها بيضحك هويبو وبيقول له ان الحفله للجميع ويقدر يكون موجود فيها من غير دعوه، وبيقول له ان شكله عبيط ومتخفي ومداري انه ظابط وانه مضحك جدا. فبينفعل مايكو وبيشد هويبو من هدومه، لكن سيكو والناس اللي موجودين بيتدخلوا وبيبعدوهم عن بعض. وبيقول هويبو ان كده او كده كان ماشي ومش هيفضل موجود في الحفله، لكنه هو خارج بيخبط بايده في كل الانوار فبتنطفي. وبمجرد خروج هويبو والفريق بتاعه من الحفله النور بيرجع، لكنهم بيتفاجئوا ان مكتوب على الحيطه منظمه البندوره كانت موجوده هنا. فبيتضايق مايكو وبيقول ان وجودهم بيدل على علامه خطر وان اكيد في حاجه هتحصل، وبيقول انه لازم يقابل المسؤولين عن الحفله وعن حمايه الاميره. وبيطلع مايكو فعلا يقابلهم، لكن بعد دقائق بسيطه بيعرف ان الاميره مختفيه ومش موجوده في الحفله. وبتعلن منظمه البندوره بقياده هويبو ان هم اللي خطفوا الاميره ومش هيرجعوها دلوقتي، وان عندهم اسبابهم لخطفها. فساعتها بيطلع مايكو من جيبه حاجه شبه الفلاشه، وبيتضح ان في اللحظه اللي مايكو مسك فيها هدوم هويبو كان حاط فيها فلاشه التتبع. وبنروح لمنظمه البندوره واللي فعلا بيكونوا اخدوا الاميره الفندق الخاص بيهم، ولما بتفوق بتسالهم هم ليه خطفوها، فمحدش بيرد عليها، واندي بيكون واقف مستغرب من كل اللي بيحصل وخايف لا يكون هويبو هيقتل الاميره. وبتبدا الاميره انها تتكلم مع هويبو وبتساله ليه خطفها، مع انها بتدافع عن حقوق السبير والاشخاص اللي عندهم قوه خارقه.
لكنه ما بيرضاش يجاوبها، بس بيقول لها ان وجودها معاهم هنا مهم وانه امان ليها وانها هتفهم كل حاجه بس مش دلوقتي، وبيعرفها انهم هيسيبوها ويمشوا لكنها ممنوع تطلع من الغرفه. وفي نفس الوقت بيكون سيكو ومايكو عمالين يفكروا ممكن تكون الاميره اتخطفت ليه، وبيفتح مايكو الفلاشه اللي حط جزء منها في جيب هويبو، لكن للاسف مش بيقدر يوصل لاي حاجه بسبب ان هويبو بيشفر مكانه. اما اندي فبيدخل الاوضه لهويبو وبيساله هم ليه خطفوا الاميره، فبيقول هويبو ان ليانا هي اللي طلبت منهم كده وانها اتنبأت ان الاميره هيتم خطفها. وفي نفس الوقت بتكون ليانا داخله عند الاميره عشان تديها عصير تشربه، وبتطلب الاميره من ليانا انها تفضل قاعده معاها شويه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وطبعا بتكون الاخبار مقلوبه عشان اختفاء الاميره، وبتاخد ليانا الاميره وبيروح لهويبو وبيطلبوا منه انهم يطلعوا يتمشوا شويه. وساعتها اندي بيستغرب وبيقول ازاي يطلعوا يمشوا هم اساسا خاطفينها، فبيضحك هويبو وبيعرفوا ان جزء من الخطه اللي هيفهمها بعدين، وبيوافق هويبو وبيخلي ليانا تاخد الاميره ويطلعوا يلفوا في البلد. لكنه بيستغل قوه واحد من البندوره في انه يتحكم في رؤيه العين وبيخلي كل الستات اللي موجودين في الشارع شبه الاميره. اما ساكو فبيكون عمال يفكر مين من مصلحته يقتل الاميره، وان مستحيل هويبو وفريقه يعملوا كده، وده لان الاميره في الاساس بتدافع عن وجودهم ووجود كل الاشخاص المختلفين عن البشر واللي عندهم قوه سحريه معاهم في قلب الحياه. وبيكون هويبو متفق مع تايكو وباقي الفريق انهم ينزلوا ورا الاميره عشان يعرفوا مين اللي كان عاوز يقتلها، وهي دي بتكون الخطه بتاعتهم، وهي انهم ينزلوا الاميره مع ليانا للشارع عشان خاطر الاشخاص اللي كانت عاوزه تقتلها تظهر وتحاول انها تخلص عليها، فيقوموا هم معاهم بالواجب ويخلصوا عليهم. وبيكون عندي بس هو اللي ظهر كانوا بيحرس الاميره، وبعد ما بيفضلوا هم الاثنين يتفسحوا طول اليوم بتقول لنا انها عايزه تروح مكان معين، والمكان ده بيكون عباره عن ملجأ قديم. واول ما بيروحوا هناك الاميره بتفرح وبتقول لليانا انها فاكراه من اول ما شافتها، لكنها ما كانتش عايزه تقول لها عشان ما تزعلهاش. وبيطلع ان ليانا بتحب الاميره لانهم اتقابلوا قبل كده زمان في الملجأ ده لما كانت الاميره بتعمل زيارات للملاجئ، وكانت لسه ليانا موجوده في الملجأ وهيبو ما خدهاش. اما سيكو فبيكون جمع كل الخيوط وهو موجود في القصر، وعرف ان الشخص اللي كان عاوز يقتل الاميره ويخلص منها هو مدير الدفاع بتاع البلد. وتايكو بقى فريق هويبو فبيكونوا قدروا انهم يوصلوا للاشخاص اللي كانوا عاوزين يقتلوا الاميره وبيخلصوا عليهم. في الوقت ده بتكون الاميره وليانا موجودين هما الاثنين في الملجأ، فبيروح لهم بسرعه مدير الدفاع وبيكون عاوز يخلص على الاميره، لكن سيكو بيكون وصل وراه، بس للاسف وزير الدفاع بيقدر انه يضرب طلقه، لكن اندي بيزق الاميره وبياخدها مكانها وبيقول وزير الدفاع للاميره انه لازم يخلص منها لانها هي العقبه الوحيده اللي واقفه قدامه عشان ياخد السلطه. وبيظهر اندي في الوقت ده وبيخلص على وزير الدفاع وبيعتذر للاميره وبيقول لها انه هو وفريق البندوره خطفوها عشان يحموها. وبيبص هويبو لسيكو وبيعرفوا انه ما كانش موجود في الحفله عشان يعمل مشاكل، وبياخد هويبو اندي يعالجه من الطلقه اللي دخلت في دراعه، وبياخدوا معاهم ليانا وبيرجعوا للسفينه عشان يروحوا المكان تاني يخلصوا فيه مهمه جديده. وبيكون المره دي رايحين اليابان، وبيستغرب اندي اشمعنى اليابان، فبيقول هويبو انه بيحبها وانه اول بلد اشتغل فيها. وبالليل بيروح اندي كالعاده يستخبى في مكان عشان يقدر يكلم الضابط اللي هو شغال معاه من غير ما حد يشوفه، والضابط بيقول له انه لازم ياخد باله ويستعجل في المهمه بتاعته، وان المهمه دي ما ينفعش تفشل باي شكل. وبيخلص اندي وبيطلع معاهم على السفينه اللي فجاه بيحصل فيها عطل اول ما بيوصلوا عند بدايه حدود اليابان، وبيتضح ان مجموعه الاكسير الخاصه باليابان عاوزه تقبض على هويبو والفريق بتاعه. وبيظهر 3 بنات من مجموعه الاكسير، لكن القوه بتاعتهم بتكون قويه جدا بشكل مبالغ فيه لدرجه انهم بيقدروا يدخلوا للسفينه وبيدخلوا في قتال مع ديكا وتاتكو. وكمان ليانا وال3 بنات دول بيكونوا اقوى منهم، لكن بيجي اندي وبيمسك واحده فيهم وبيقدر انه يوقعها على الارض. وساعتها 3 بنات بيستغربوا ده لانهم بيلاحظوا ان اندي مش بيأثر في القوه بتاعتهم، فبيستغلوا حل تاني وبيربطوه بأسلكة الكهرباء. وفي الوقت ده بيظهر اندو بيحاول انه يخلص على ال3 بنات دول، لكن هما بيخدعوه، واحده فيهم بتطير في الجو بتخليه يطير وراها، والاثنين التانيين بيمسكوا اندو وبيفتشوه عشان يشوفوا مفتاح التحكم في السفينه معاه ولا لا، لكن بيلاقوا المفتاح مش معاه، وبيطلع المفتاح موجود في الفار الصغير اللي دايما ليانا بتكون ماسكاه. فواحده منهم بتاخد مفتاح التحكم وبتروح تشغل السفينه عشان تغير مسار السفينه عشان يقبضوا عليها وياخدوا مجموعه البندوره. لكن هويبو بيكون قادر يتغلب على البنت اللي كانت بتقاتل قصاده وبينزل للسفينه، لكن فجاه بتظهر الملكه روري، ودي ملكه مجموعه الاكسير الخاصه باليابان، وهي وهيبو كانوا بيتدربوا سوا زمان وهم صغيرين وعندهم نفس القوه، وبيبداوا انهم يتقاتلوا مع بعض. وساعتها بيظهر البنتين التانيين وبيحاولوا انهم يلخموا هيبو عن الملكه واللي بتنط في قلب السفينه عشان تحرك المسار بتاعها، لكن بيحاول اندو انه يمنعها، وهي كمان بتتصدم لما بتعرف ان القوه بتاعتها ما بتاثرش عليه. ده غير كمان ان اندي بيكون عنده قوه خارقه تانيه، وهي انه لو بص في عين اي حد وركز بيقدر انه يخليه يفقد الوعي لدقايق، وفعلا اندي بيعمل كده. وهيبو بينزل من على السفينه وبيفوق تاتكو وتيكا وباقي الفريق، وبيقدروا انهم يرجعوا مسار السفينه من تاني، وكمان بيقدروا انهم يعدوا الحدود اليابانيه. وبيرجع ال3 بنات الخاصين بمجموعه الاسبير ومعاهم رورا والزعيم بتاعهم، وبيعرفوا ان هيبو جايب شاب جديد القوه بتاعته ومفيش اي حد يقف قصادها، وانهم لازم ياخدوا الشاب ده يضموه ليهم علشان يقدروا يستفادوا بيه هم. وساعتها بيقول الزعيم ان مش دي النهايه، وان حتى لو هيبو قدر يدخل لحدود اليابان هم لازم يخلصوا عليها على الاراضي اليابانيه عشان ما يعملش اي مصيبه من المصائب اللي بيعملها في اي بلد بينزل فيها. وبيوصل
فبيوصل هويبو والفريق بتاعه للصين وبيقول لهم انهم عندهم يوم اجازه يقدروا يعملوا فيه كل اللي هم عاوزينه، فبياخد تاكتو ديكا وليانا باقي الفريق وبينزلوا يعملوا شوبينج. اما هويبو فبيكون عنده مهمه وهي انه يروح مستشفى خاصه بتجارب الاسبيرا اللي موجوده في اليابان، وبيكون عاوز يمسح كل التجارب اللي موجوده في المستشفى. وليانا بتكون ماشيه في السوق ومش عاجبها اي حاجه ولا مبسوطه عشان كلهم ماشيين حواليها، فبتفضل تزعق وبتقول انها عايزه تمشي لوحدها. ولما بيسيبوها اندي بيخاف عليها فبيروح يمشي وراها وبيلاقيها واقفه قدام الملاهي ونفسها تدخلها، فبيقول لها انه هيوديها ويدخل معاها، وفعلا بيجيب لها التذكره وبيدخلوا يلعبوا هما الاثنين مع بعض. لكن بيحس اندي ان في حد بيراقبه من بعيد، فبيستغل اندي فرصه ان ليانا بتتفرج على عرض سحر في الملاهي وبيقف مكانه لحد ما بيقدر يشوف الشخص اللي بيراقبه ده، وبيطلع الشخص ده هو زعيم مجموعه الاسبيرا الخاصه باليابان واللي كان مع رورا والثلاث بنات. واول ما الزعيم بيبص لاند بيقول له انه عارف انه ضابط في الولايات المتحده وجاي علشان يخلص مهمه وسط مجموعه البندوره، فبيتخض اند وبيضطر انه يقف يسمع كلام زعيم الاسبير. وساعتها زعيم الاسبير بياخده معاه المكان بعيد وبتكون رورا مستنياهم هناك، وبيعرفوا انه ما يقلقش على ليانا وانهم حاطين شخص ياخد باله منها وهي في الملاهي، وبيقولوا انهم عاوزينه يشتغل معاهم ويساعدهم لانهم عايزين يخلصوا من هويبو وفريق البندوره بتاعه، وبيهددوا انه لو ما ساعدهمش هيعرفوا هويبو انه ضابط امريكا جاي عشان مهمه معينه. لكن اند بيكون عمال ينكر انه ضابط، لكن رورا اول ما بتقرب منه بتقول انها عارفه انه ضابط من اول لحظه شافته فيها. وفي الملاهي بتكون ليانا خلصت العرض وبتدور على اندي، لكنها وهي بتدور بتشوف طفل صغير بيعيط، فبتروح تساله بيعيط ليه، وبيطلع تايه من اهله، فهي بتقدر تغمض وتعرف مكان اهله بالسحر بتاعها وبترجعه ليهم. لكن اول ما بيبص لها الناس وبيعرفوا انها سبير من مجموعه البندوره الكل بيبعد عنها وبيبداوا انهم يضربوا جرس الانذار، وبيجي واحد من الحراس عشان ياخدها وكل الناس بتبقى عماله تبص عليها وخايفين منها، فبتنفعل ليانا وبتصرخ، وبمجرد ما بتصرخ كل حاجه في الملاهي بتتغير، فبيروح انذار بسرعه لزعيم السبير. واول ما الزعيم بيقول لاندي بيروح بسرعه للملاهي وبيقدر انه ينقذ ليانا من وسط الملاهي، وبيطبطب عليها وبيعرفها ان حتى لو الناس الاغبياء بيخافوا منها وبيعتبروها ساحره فهي طفله جميله جدا. ولما بيرجعوا للسفينه بتفضل دياكا مع ليانا وبتطمنها وبتقولها ما تقلقش وانهم هيفضلوا جنب بعض عيله طول الوقت. فبيستغرب اندي من كلامها وبيسالها ليه دايما بيقولوا على بعض انهم عيله مع انهم كل شخص فيهم من بلد مختلفه، وكل اللي بيجمعهم ببعض ان كلهم مجرد سبير. فبتقول تيكا انهم العلاقه اللي بينهم كلهم اكبر من كده، وبتقول له ان من زمن بعيد البلده بتاعتها كانت في حرب وهي كانت لسه طفله، وان الحرب قتلت ابوها وامها واخواتها، وان لما الجيش عرف بوجود هويبو ساعدها وقدروا انه ينقذها زيها زي كل الناس اللي موجوده هنا. وبعدها بتقول له انها ما تقدرش تتكلم معاه اكتر من كده عشان تجهز للحفله. وبيطلع اليوم ده هو عيد ميلاد هويبو وبيكونوا كلهم مجهزين الهدايا اللي هيدوها له. اما اندي فبيكون واقف مستغرب وعمال يبص لهويبو ومش عارف يصدق مين، اذا كان هويبو مجرم خطير ولازم يعتقل زي ما الحكومه الامريكيه بتقول، ولا شخص منحرف وقاتل ولازم يموت زي ما روريا وزعيم السبير بيقولوا شخص طيب بيساعد السبير وعايز يبني عالم من غير شر زي ما الفريق بيقول. فبيكون قاعد في الاحتفال لكنه حزين، وبنعرف ان لما كان في المستشفى الملفات اللي كان بيمسحها كان من ضمنها ملفات عن حالته الخاصه واللي عارف بسببها انه مش هيقدر يفضل عايش لمده طويله عن كده. وبعدها بيقول لهم هويبو ان المهمه الجايه هي انهم يسرقوا قاعده بيانات معينه خاصه بالمؤسسين اليابانيين، وانهم لازم يخلصوا المهمه ويسيبوا اليابان في اسرع وقت، وبيسيبهم ويمشي. وبيفضل اندي قاعد يفكر طول الوقت، لكن وهو قاعد بتدخل عليه ليانا وبتطلب منه انه يجي يحكي لها حكايه لانها خايفه تنام لوحدها، وبعد ما بينيمها بيكون مصمم انه يعرف هويبو طيب ولا شرير. فبيروح المكتبه الخاصه بهويبو وبيبدا يدور فيها، لكنه بيتفاجئ ان هويبو موجود في المكتبه وبيتكلم مع شخص خفي. فبيحاول اندي انه يهرب بسرعه من غير ما حد يشوفه، فبتقع منه السلسله اللي في رقبته وبيشوفها هويبو، وبيطلع اندي يقف على سطح السفينه. وتاني يوم بيروح هويبو بنفسه يدي السلسله لهويبو وبيقول له ما توقعهاش تاني. وطبعا بيكون اندي قلقان لا يكون سره اتكشف، فبيقول انه كان في المكتبه بيدور على كتاب يقراه، بس هويبو مش بيهتم وبيزق اندي في الميه وبيقول له يستمتع شويه ويطلع عشان يجهز نفسه للعمليه. وبيروح اندي يجهز السلاح وبيفضل يفكر ان دلوقتي في 3 منظمات عاوزينه معاها، السبيرو والبندوره والمخابرات. وبعدها بيقوم عشان المهمه، لكن بمجرد وصول هويبو والفريق لمكان المهمه بيتفاجئوا ان السبير مستنيينهم هناك وبيدخلوا معاهم في قتال قوي جدا. والملكه رورا هي اللي بتواجه هويبو، لكن كالعاده هو بيكون اقوى منها وبيقدر انه يغمس قوتها. اما اندي في الوقت ده بيهرب بسرعه وبيرجع للسفينه، لكنه مش بيكون رايح عشان يستخبى، لا عشان يدخل لمركز السفينه وياخد الجهاز اللي فيها. وبتقابله ليانا فبتوقفه وبتساله بيعمل ايه من غير الفريق، لكنه بيطمنها. وبيعمل طريقه وبيدخل لغرفه التحكم وبيكلم القائد بتاعه عن طريق عينه وبيقول له يبدا تدمير في القاعده واعتقال السبير، بس اندي بيعترض وبيقول ان كل اللي في السفينه مجرد سبير اطفال مش مجرمين. وقبل ما يكمل كلام بيلاقي هويبو واقف وراه وبيقول له انه كان عارف من الاول انه شرطي وجاسوس عليهم، بس سابه عشان يستمتع باللعبه. وبيقول انه كل الطرق بتاعته القتاليه طرق امريكيه معروفه، فبيتخض اندي وبيكون مش عارف يعمل ايه.
وساعتها هويبو بيقول له انه هيحكي له كل حاجه عنه قبل ما يقتله. وبنروح لفلاش باك قديم وبيبدا هويبو انه يستجمع قوته وبيفتكر كل اللي حصل له زمان وهو صغير وازاي اول مره راح اليابان. وبنعرف ان هويبو لما كان طفل ابوه كان بيحاول انه يحجم من القوه بتاعته وبيكون مش عايزه يستغلها باي شكل من الاشكال، لدرجه ان ابو هويبو بيطرده وبيستغنى عنه لانه بيكون خايف يستغل قوته الاساءه زي امه. وده لان ام هويبو هي كمان كانت من السبير وتسببت في قتل اشخاص كتير جدا بشكل مش طبيعي، لكن هويبو وقتها كان صغير وما كانش عارف اصلا يعني ايه قوه خارقه، لحد ما في يوم اتخطف من مجموعه خاصه بالسبير وراح لليابان، وهناك قابل الزعيم كوميكين وده الشخص اللي اتبناه واخده عنده البيت. وهناك بيتعرف على رورا اللي هي ملكه السبير الياباني حاليا، لكنهم اول مره اتقابلوا فيها كانوا اكتر من اخوات. ولما بدا هويبو يعيش في بيت كوميكين مع رورا بنته بدا يفهم قوته ويعرف ان القوه اللي عنده كبيره وجباره بشكل ما حدش يقدر يقف قصاده. وبيبدا كوميكين يعرف هويبو هو اخده هنا ليه، وبيكونوا واخدينه عشان خاطر يستغل القوه بتاعته في الحرب اللي دايره من البلاد. وفي الوقت ده بتبدا رورا انها تتكلم مع هويبو وبتقول انها مش موافقه على الحرب دي وانها رافضه استخدام قوه السبير للحرب، لانها بالشكل ده ممكن الحياه كلها تتدمر. لكن القائد كوميكين بيكون له راي تاني، وهو انه بيحفزهم عن طريق انه يعرفهم ان اللي هيحاربهم دول اشرار. وطبعا لان وقتها رورا وهويبو كانوا صغيرين صدقوا وقرروا انهم فعلا يدخلوا الحرب، وبياخد كوميكين رورا وهويبو وبيفرجهم على فيلم مسجل على كل الاشخاص الخارقه القوى اللي موجوده في الحرب وازاي بيستغلوا قوتهم عشان يساعدوا بلادهم. وبيتعمد كوميكين انه يتريق على فريق السبير الخاص بيهم عشان يخلوا رورا وهويبو يتضايقوا ويطلعوا افضل ما عندهم. بتخرج رورا من العرض ده وهي متضايقه وزعلانه ان في اشرار موجودين في الحرب بيستخدموا قواهم علشان يقدروا يدمروا العالم. ولما بيشوفها هويبو وهي متضايقه كده بيقرر انه يروح يجيب لها هديه عشان يخليها مبسوطه، وفعلا بيروح يجيب لها ساعه من المحل. وبمجرد ما بيخرج هويبو من المحل بتاع الساعات بيكون في اشخاص واقفه بره، ولما بيعرفوا انه سبير بيفضلوا يتريقوا عليه وبيتلموا حواليه عشان يطلبوا منه انه يمشي من المدينه كلها. لكن بتظهر رورا في الوقت ده وبتزعق لكل الناس وبتقول لهم ان مش من حقهم يرفضوا اي شخص لانه مختلف عنهم. وبتبدا رورا انها تنفعل، ده غير كمان انها بتتقاتل مع واحد من الضباط اللي زعقوا لهويبو وبتقول له انه ما ينفعش يتعامل مع اي شخص مختلف بالطريقه دي، وان الشارع ده ملك للجميع، وانها مش هتسمح انها تتعرض هي وباقي السبير لاي تنمر. وبسبب المشكله اللي رورا عملتها دي للاسف بيطبق على مجموعه السبير عقاب، وهو انهم يتعرضوا للاقامه الجبريه لمده معينه. وبتكون رورا متضايقه ان هي اللي تسببت في اقامتهم الجبريه بالشكل ده، لكن هويبو بيقول لها ان مفيش مشكله وان وجودهم هنا احسن من وجودهم وسط الناس اللي دايما بتتريق عليهم. وبتقول انهم وحوش مش بشر، وباقي فريق السبير اللي تبع كوميكين بيكون سامع الكلام بتاعهم، فبيروحوا يتكلموا هم كمان معاهم وبيقولوا لهم ان فعلا هم مش حابين ينضموا للجيش، وانهم هم كمان مش عاوزين يدخلوا الحرب دي، وانهم بس عاوزين الناس تحترمهم ويعرفوا ان لهم حقوق يعيشوا زيهم من غير ما حد يتريق عليهم او يخاف منهم او يقولوا عليهم وحوش. بتقول رورا انها اكيد هتقدر تعمل حاجه عشان تتخلص من المضايقات اللي بتضايقهم للناس. وفي نفس الوقت ده بيكون كوميكين مع قاده الجيش واللي بيقولوا له انه لازم يجهز فريق كامل من السبير بتوعه عشان المهمه اللي هو هيبدا فيها تكون مهمه قويه جدا، وهي انه هياخد الفريق بتاعه وهيقف ضد الاسطول البحري القادم من بريطانيا، وان لازم يمنعوه من انه يدخل اليابان. فبيوافق كوميكين، لكنهم بيحطوا عليه شرط، وهو انه لو السبير خسر قدام الاسطول البحري بشكل ده كده مجموعه السبير هتختفي للابد وهيتم حبسهم. وبيوافق كوميكين على التحدي وبيروح عند الفريق بتاعه اللي بيكون متكون من 4 اشخاص مع رورا وهويبو، وبيقول لهم ان المواجهه دي هتكون مواجهه البقاء، لان لو ما قدروش انهم يكسبوا التحدي ده ويتغلبوا على الاسطول هيكونوا مطرودين بره اليابان وبره العالم كله وهيتحبسوا، ومفيش اي حد هيحترمهم ولا يحترم قواهم بعد كده. ولما بيقول لهم كوميكين على الخطه اللي هيعملوها عشان يقدروا يسيطروا على الاسطول بيسالوا مين اللي هيضرب الضربه القاضيه الخاصه بالاسطول، فبيعرفهم كوميكين ان هويبو هو اللي هيضربها، وكلهم بيتخضوا ان ازاي مع هويبو ان لسه صغير ولسه جديد وهيقدر يضرب الاسطول. لكن كوميكين بيقول لهم انه مراهن على قوه هويبو. وبالليل بيكون هويبو نايم في المايه لوحده عشان خايف، وبتروح رورا تقعد معاه وبتعرفوا انها مش هتسيبه وهتكون دايما جنبه، وبتسال عن سبب الاصابات الكتير اللي في جسمه، فبيعرفها انه كان كل ما حد يعرف ان سبيرو هو اصغر من كده كان بيضربه، وان بسبب كتر الضرب ده جسمه كله علامات، فبيصعب عليها وبتحضنه وبتقول انها اخته الكبيره وهو مسؤول منها ومش هتسيبه ابدا. وتاني يوم بتبدا المهمه، فرورا بتكون اول واحده في الفريق، لكنها وهي في الفريق بتتفاجئ بالظابط اللي ضربته قبل كده في الشارع وهو موجود معاهم في المهمه، واللي اول ما بيشوفها بيتضايق وبيقول انه مش هيتعامل مع الوحوش دول، فبتتضايق رورا وبتكون عاوزه تضربه، لكن كوميكين بيحجمها وبيقول لها ان ده مش وقت تنفعل فيه على بشري، وان كان لازم يكون معاهم اشخاص بشريه من الجيش عشان ما حدش يشك فيهم انهم كلهم سبير فقط. وبتبدا العمليه وبينطلق هويبو عشان يقدر يهجم على الاسطول، لكن بيظهر واحد من الاسطول وبيكون راكب طياره حربيه بتخرج من السفينه وبيطير بيها بسرعه ناحيه هويبو لحد ما بيخليه يبعد نهائي عن باقي الفريق بتاعه، وبيحس كوميكين وباقي الفريق باختفاء هويبو، وبيبداوا كلهم انهم يقلقوا، وبيطلب كوميكين من رورا انها تجهز عشان تتقدم وتساعد هويبو في المكان اللي هو فيه. لكن قبل ما تنزل رورا الارض المعركه بيكون هويبو ظهر تاني وبيقدر انه يتغلب على الشخص اللي كان بيواجهه بالطياره وبيخلص عليه.
وبكده بتكون المعركة الحقيقية بدأت، وبيبدأ الفريق اللي في الأسطول يضرب الصواريخ بكل قوة على سفينة السبير، وبيقول كوميكين لرورا وباقي الفريق ينزلوا الأرض المعركة كلهم يساعدوا هويبو، لكن بيتفاجئوا إن الأشخاص اللي مبعوثة في الأسطول مش كلهم بشريين ولا سبير، لكن كمان في منهم دولفينات مبرمجة على الصوت من السبير، والدولفينات دي بتكون جواها قوة خاصة محدش بيقدر يحجمها. وهنا بتبدأ المعركة الحقيقية، وبيكون في ضرب من كل مكان، لكن هويبو مش بيستسلم، وبيبدأ انه يقرب من الدولفينات دي واحدة واحدة لحد ما بيخلص على كتير منهم. اما رورا فبتشوف الطيارة الهليكوبتر اللي موجودة وبتركبها عشان تساعد هويبو بيها، وبينزلوا لجوه المحيط عشان يخلصوا على كل الذبذبات اللي خارجة من الدولفينات، وبيفضلوا كده لمدة 30 دقيقة لحد ما الاسطول بيفقد السيطرة وبيتراجع، وبكده يكون فريق الاي اس بي اللي كونه كوميكين من السبير كسب المعركة. فبيرجعوا بسرعة للسفينة عند كوميكين واللي بيكون مبسوط بيهم جدا وبانهم قدروا يثبتوا انهم فريق قوي، وبيشكر كوميكين وبيقول له هويبو ان برغم سنه الصغير هو السبب الاول في فوزهم، وان الفريق بتاعهم يكون من ضمن فريق الجيش، وبيكملوا على الحال ده كفريق لحد ما كل اعضاء الفريق بيموتوا بسبب الحرب ما عدا رورا اللي بتهرب من الفريق، وهويبو اللي بيكون طول الوقت مع كوميكين وما بيبعدش عنه. وبعد 5 سنين بتكون خلاص الحرب انتهت بفوز اليابان، وبيكون هويبو فرحان باللي حصل وبيدخل المختبر، وبيقول هويبو ان خلاص ما عادش في عنف تاني وان لازم يدور على رورا عشان ترجع، لكن بيبص كوميكين لهويبو وبيقول له انه بيحبه جدا وانه بيعتبره زي ابنه، لكنه ما ينفعش يخليه عايش اكتر من كده. فبيتخض هويبو وبيساله ليه عاوز يخلص منه، فبيقول كوميكين ان القوه اللي جواه كبيره جدا ومع الوقت مش هيقدر يتحكم فيها، لكن الحقيقه بتكون مش كده، الحقيقه هي ان كوميكين عاوز يقتل هويبو عشان يستولى على القوه الخاصه بيه، وبيطلع كوميكين مجرم واستغل السبير حتى بنته عشان بس يقدر يفوز بالحرب وياخد كل القوه منهم. وبيطلع كوميكين المسدس من جيبه وبيضرب بيه هويبو، وبيقول ان ما كانش نفسه يموته لكن ما ينفعش يسيبه عايش وكل القوه اللي جواه تكون معاه لوحده، لكن فجاه بيقوم هويبو وبيتضح ان هويبو القوه اللي جواه بتقدر تتحول لحياه بعد الموت، وبيبص هويبو لكوميكين وبيقول ان هو اللي غدر بيه في الاول، وبيستخدم هويبو قوته وبيخلص على كوميكين. وبنرجع للواقع وبيكون هويبو واقف قصاد اندي وبيقول له من اليوم ده وهو بيساعد كل سبير موجود في الحياه وعاوز لهم حياه غير حياه الاستغلال اللي هم فيه، وبيسال اندي عن الجهاز اللي الكل عاوزه باي شكل، وقتها بيضحك هويبو وبيبدا يتقاتل مع اندي، وما بيوقفش القتال ده غير ان فجاه بيسمعوا اصوات جايه من بره السفينه بتقول لهويبو ومجموعه السبير يستسلموا حالا. فبيطلع هويبو بسرعه وبيبدا يواجه لوحده، وبيلاقي قدامه مجموعه كبيره جدا من الطيارات المقاتله، وبيدخل مجموعه منهم للسفينه وبيكونوا عاوزين يخطفوا الاطفال السبير، لكن بيبدا فريق بانهم بيواجهوا بكل الطرق، وتيكا وتكاتكو في الوقت ده بيكونوا بعيد عن المركب وما يعرفوش اللي بيحصل لحد ما بيتواجهوا مع الزعيم سبير اليابان، واللي بيقول لهم ان المركب حاليا تحت التهديد الامريكي وان اندي جاسوس. فبيروحوا بسرعه للمركب وليانا بتكون ماشيه في المركبه خايفه جدا، فبتشوف مكان تستخبى فيه، لكن في شخص بيقدر انه يمسكها، والشخص ده هو زعيم امريكي اللي بعت اندي للمهمه دي، وبيوصل الفريق كله للمركب وبيدخلوا عشان ينقذوا الاطفال، وبيبداوا انهم يدوروا على ليانا واللي بتكون في الوقت ده على الارض، والضباط الامريكان حواليها ومعاهم اجهزه مقاومه لقوه السبير، وبيقدروا يمنعوا قوه ليانا وبياخدها عشان يلبسوها. اما اندي فبيروح للقائد بتاعه اللي خطف ليانا واللي بيشكره انه خلاص تم المهمه بنجاح، لكن اول ما بيشوف ليانا وهي مربوطه بينفعل، وبيقول للزعيم انه وعده ان الاطفال ما يحصل لهمش اي حاجه، لكن ساعتها الرئيس بيضحك وبيقول له ان الوعد ده كان مجرد كلام، وبيطلع الرئيس مسدس من جيبه وبيضرب بيه اندي وبياخد ليانا وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون هويبو لسه بيواجه كل الطيارات الفضائيه دي لوحده لحد ما القوه بتاعته بتبتدي تضعف، فبيقع على المركب، وبمجرد ما بيقع بيظهر تكاتو بسرعه وبيمسك ايد هويبو وبيمنعه من انه يقع او يفقد سيطرته على نفسه، وبيقول له انه لازم ما يضعفش دلوقتي والا كل شيء هيتدمر ومش هيقدروا ينقذوا الاطفال. وساعتها بيقرر هويبو انه يضحي بكل قوته عشان ينقذهم، وفعلا بيضحي بكل قوته، بيكسر كل الاطباق الفضائيه اللي موجوده والسفينه كمان نصها بيتدمر. اما اندي فبتكون رصها ما دخلتش جوه جسمه بسبب السلسله الوقائيه اللي كان هويبو مديها له عشان يلبسها. وبيفوق اندي وبيشوف كل اللي بيحصل، وبيشوف هويبو وهو بيضحي بنفسه عشان خاطر ينقذهم، وبعد ما بيفقد هويبو كثير جدا من قوته بيكون هيقع. بيجري اندي اول ما بيشوفه وبيقرب بسرعه لهويبو عشان ينقذه، والسفينه بتكون خلاص بتتدمر كلها، وديكا وتكاتو بقى الفريق بيكونوا معاهم الاطفال ومستخبيين في غرفه العزل الموجوده تحت السفينه. وفي نفس الوقت ده بتكون منظمه السبير الياباني كلهم متجمعين وبيقولوا انهم لازم يساعدوا هويبو باي شكل قصاد الحرب مع الامريكان. وبعدها بيفوق هويبو بيكون اندي هو اللي قدر ينقذه وخده عند منظمه السبير الياباني، وبتدخل رورا تتكلم مع هويبو اول ما بيفوق، وبتقوله ان ايا كان الخلاف اللي بينهم فهم في يوم من الايام كانوا اخوات وكانوا دايما مع بعض، وانها انقذته عشان ما تقدرش تشوفه بيموت قدامها، وبتقوله ان لولا اللي هو عمله في ابوها كانوا فضلوا زي ما هم منظمه واحده. بس بينفعل هويبو بيقولها ان كوميكينو عمره ما كان اب وانه كان هيضحي بيها هي كمان. اما اندي فبيكون ال3 بنات الخاصين بالسبير الياباني موجودين معاه،
وبيعملوا له تحاليل على الدماغ عشان يشوفوا ان كان الامريكان حاطين اي اجهزه اشعاع او تتبع في مخه. وفعلا بيطلع الزعيم الامريكي كان زارع جوه دماغ اندي جهاز تتبع وتشفير، وبتاخد الثلاث بنات اندي وبيقولوا ان الامريكان مش كويسين زي ما هو فاهم، وانهم عاوزين السبير عشان يستخدموا في اشياء خطره جدا، وللسبب ده صمموا انهم ياخدوا الاطفال بالذات. وبيقدر تاكاتو باستخدام قوته الخاصه وبيعرف ان ليانا لسه عايشه، لكن الامريكان حطوها في مكان بعيد عشان يخفوا نهائي. وبيطلب هويبو انه يتكلم مع اندي وبيقول له يعرفه كل اللي حصل او اي شيء سمعه، وبيحكي اندي كل اللي حصل وازاي كلموه في الجيش الامريكي عشان يخلوه واحد منهم، وقالوا له ان عنده قوه خارقه بانه بيقدر يقف قدام اي سبير من غير ما القوه تاثر فيه، وانه كان فاكر انه كده بيحمي العالم. فبيتضايق هويبو بيقول له ان باللي عمله ده دمر السبير بالكامل، وبيمشي وبيسيبه. وبيروح اندي يقعد مع رورا وبيسالها على السر الخلاف اللي بينها وبين هويبو، وازاي بعد ما كانوا اخوات بقوا اعداء. فبتعرفوا ان بعد ما قتل ابوها هي كرهته، لكن بعد فتره فهمت الحقيقه، لكن كان خلاص ما ينفعش انهم يرجعوا اخوات تاني، وان كل واحد فيهم كان كون مجموعه خاصه بيه من السبير وما كانش ينفع يكونوا سوا. وبتقول رورا لاندي انه هويبو مظلوم جدا، ده لانه اتخذل في كل الناس اللي واثق فيهم واخرهم هو. وفي الوقت ده بيكون هويبو تعبان جدا ونام على السرير، فبتقرر واحده من الثلاث بنات الخاصين بسبير اليابان انها تديله بالطاقه بتاعتها علشان يقدر يقوم ويرجع ليانا. لكن الدكتور وهو بيكشف على هويبو بيعرفوا ان جسم هويبو تعبان جدا وده حياته قربت تنتهي. وبعد ما بياخد هويبو الطاقه بيقوم وبيقرر انه يروح يرجع ليانا باي شكل، لكن البنت السبير اللي اديته الطاقه بتاعتها لهويبو بتروح وراها وبتقول انه ممكن يحط ايده في ايد المنظمه بتاعتهم ويرجعوا ليانا مع بعض، لكن بيرفض هويبو وبيقول لهم ان هو اللي هيرجع ليانا ومش محتاج مساعده من اي حد. وفي الوقت ده بيكون الشخص اللي خطف ليانا حاططها على جهاز سحب للطاقه، وكمان معاه الجهاز اللي كان هويبو محتفظ بيه في السفينه، واللي بنكتشف ان الجهاز ده فيه اكتر من 1000 قوه خاصه بالسبير، ده غير قوه الدولفين القديمه اللي قابلوها في البحر، وعشان كده هويبو كان محتفظ بيها عشان ما فيش اي حد ياخد القوه دي ويدمر بيها العالم. وبيكون ماشي في قلب الغابه بيفكر هيوصل ازاي للينا، وبيبقى متاكد ان الشخص اللي خطف ليانا مش من الحكومه الامريكيه وان الموضوع اكبر من كده، لان محدش يعرف قيمه قوه الدولفين غير ناس معينه. وفجاه بيلاقي هويبو عربيه واقفه جنبه، وبيطلع عندي جاي وراه وبيطلب منه انه يروح معاه عشان ينقذوا ليانا وعشان يصلح غلطته اللي عملها دي. وبيقول عندي ان هو كمان له طار عند المنظمه الامريكيه لانهم كسبوا عليه واستغلوه عشان يقدروا يوصلوا لجهاز قوى الخارقه مش عشان يصلحوا العالم زي ما فهموه. فبيوافق هويبو، لكن بيعرف عندي ان المنظمه الامريكيه اضعف من انها تخطف سبير، وانه متاكد ان اللي خطف حد يعرفه كويس. وبيروحوا هما الاثنين لمقر المنظمه الامريكيه الموجوده في اليابان. اول ما بيوصل عندي وهويبو بيروحوا للمكان اللي القائد موجود فيه وبيدخلوا الاوضه بتاعته، لكن بمجرد ما القائد الامريكي بيشوفهم بيبدا انه يتقاتل معاهم، بس طبعا هويبو بيقدر انه يستخدم قوته ويسيطر على القائد، وبيقولوا ان كل اللي هم عاوزين يوصلوا له هو الشخص اللي امر بالعمليه دي كلها. وبيوافق القائد انه ياخدهم مقابل انه ما يقتلهوش، لكن الغريب ان القائد وهو واخدهم ورايح للمكان بيكون في خاتم غريب كده في ايده وعمال يدي اشارات انهم رايحين للمكان ده. اما رورا فبيكون وصل لها كل المعلومات الخاصه بعمليه الامريكان، فبتفضل تفكر لفتره مين ممكن يكون قادر على العمليات الخاصه دي وانه يخطف كل انواع السبير. واول حد بتفكر فيه هو ابوها كوميكين، لكنها بتستغرب ابوها ازاي ممكن يعمل كده مع انه هويبو قتله زمان، بس بتفكر شويه بتفتكر ان ابوها كان دايما بيتلعب بالشخصيات. فبتأمر زعيم السبير الياباني والمساعد والثلاث بنات انهم يسافروا لامريكا عشان يقدروا يساعدوا هويبو وفريقه. وبنرجع للولايات المتحده وبيكون الزعيم الامريكي واخد اندي وهويبو المقر المنظمه، لكن بيقول لهم انهم قبل ما يدخلوا لازم يبقوا عارفين ان الشخص اللي هيواجهوه مش شخص عادي ومش حاجه عاديه، وانه دخلهم زي ما هم عاوزين بس لازم يبقوا عارفين هم داخلين على ايه. وبيقول لهم ان هم شخصيا عمرهم ما شافوا الشخص اللي بيشتغلوا تحت القياده بتاعته، لكن بيعرفوا انه شخص مهم جدا. وبتبدا الافكار كلها تتكون جوه دماغ هويبو، وبيتاكد ان الشخص ده يبقى كوميكين. وفجاه هم واقفين بتشتغل اصوات من كل مكان، وبيكون الشخص اللي خطف ليانا وعمل كل ده هو اللي بيتكلم، وبيقول له هويبو انه وحشه جدا وانه ما شافوش من زمان. فهنا بقى بيتاكد هويبو، وقبل ما بيخلص الكلام فجاه بتظهر اطباق صغيره مليانه اسلحه وبتبدا تضرب عليهم، لكن هويبو بيستخدم القوه بتاعته وبيكسرها كلها، وبيحط الزعيم الامريكي كدرع له هو واندي عشان الرصاص يجي فيه مش فيهم. وبيفضلوا يجروا من مكان لمكان، لكن الاطباق الطايره بتضرب نار من كل مكان، ده غير الجنود اللي بيطلعوا من كل مكان وبيكونوا عددهم كبير وبيخرجوا من كل مكان. وبيكون مفيش اي حل غير ان هويبو واندي يبداوا يواجهوا، وبيبدا اندي يتواجه مع الجنود، لكن هايبر بيكسر هو الاطباق الطايره كلها، وبينتقلوا من مكان لمكان عشان يخلصوا على كل الاطباق والظباط اللي موجودين. وكل ما يكونوا فاكرين انهم يقدروا يخلصوا على مجموعه من الاطباق بيظهر مجموعه تانية اقوى واكبر، ده غير ان كمان بينزل عليهم ازاز متكسر، وده عشان يقدروا يبطلوا مفعول القوه بتاعتهم. وهايبو ما بيسيبش اي فرصه وبيستغل قوته بالكامل عشان يخلص عليهم لحد ما بيدخلوا جوه القاعه،
وبتكون القاعة مليانة بالاطباق الطايرة والجنود، واندي وهويبو بس بيكونوا واقفين مع بعض. لكن بيحصل حاجة غريبة جدا، وهي ان قوة هويبو بتبدأ انها تضعف واحدة واحدة بسبب الزجاج. وساعتها اندي بيقول لهويبو انهم هيخرجوا من هنا مهما حصل ومهما كلفهم الامر، وبيبداوا انهم يواجهوا بالقتال. لكن فجأة بيظهر تاكاتكو ومعاه ديكيا والفريق، وبمجرد دخولهم وكسرهم للزجاج الخارجي الزجاج الابيض بيتبخر، وبيدخلوا كلهم يخلصوا على الاطباق الطايره والجنود اللي موجوده، وبيقدروا ينقذوا هويبو واندي. وبيكون هويبو جسمه تعبان جدا وده باين عليه. بيمشوا كلهم من المكان وبيروحوا يركبوا واحده من المراكب بتاعتهم، وبيشكر هويبو تاكاتكو انه اللي وصل في الوقت المناسب. وساعتها واحد من الفريق بيروح يتكلم مع اندي وبيقول له انه ليه جاي يساعدهم دلوقتي، مع انه من الاول كان جاي عشان يكون جاسوس عليهم. بس اندي بيقول لهم انه ما كانش فاهم الحقيقه، وانه اهم حاجه بالنسبه له دلوقتي ان ليانا ترجع. وبينزلوا كلهم يقعدوا مع بعض عشان يبداوا يحطوا الخطه اللي من خلالها يقدروا يرجعوا ليانا. لكن هم بيحطوا الخطه بيتفرجوا على اخبار وبيسمعوا ان الاحتفالات الخاصه بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه قدامها يومين وتبدا. فبيقولوا هويبو انهم لازم ينفذوا الخطه بتاعتهم قبل انتهاء الاحتفالات الخاصه بالانتخابات. وبينزل الفريق كله يتمشى في الشوارع الامريكيه. لكن الغريب ان كلهم بيتخيلوا انهم شايفين ليانا قدامهم، وكل ما حد فيهم بيروح عشان ينده عليها بتبصله بعيون كلها قوه بتخليه يفقد السيطره على قوته، لحد ما اندي بيشوفها وبيكون عاوز يعرف اذا كانت هي او مجرد شبيه مغناطيسي الامريكان عملوه عشان خاطر يقبضوا عليه. فبيروح بسرعه يجري عليها عشان يشوفها، لكن بيظهر الضباط الامريكان وبيكون عاوزين يقبضوا عليه. وفي الوقت ده بيظهر زعيم الاسبير الياباني ومعاه المساعد بتاعه، وبيضربوا الضباط دول وبيقولوا لاندي ان رورا اللي بعتتهم عشان يساعدوهم. وبيروح اندي بسرعه يلحق ليانا، وهنا بقى بتبان الخطه الكامله اللي الشخص الخفي عاملها. وبتطلع البنت اللي ماشيه في الشوارع دي هي فعلا ليانا، لكنهم حولوا مخها من مخ طفله لمخ مبرمج على الاذيه والشر عشان يقتلوا بيه اي حد. وبتروح ليانا للمكان اللي فيه الرئيس الامريكي الجديد، وبيكونوا عاملين الحيله دي كلها عشان يقتلوا الرئيس وعشان يقولوا ان الاسبير اشخاص مش كويسه لازم تموت او تتحبس. وفعلا بتكون الخطه بتاعتهم ماشيه بقوه، وعمالين يستخدموا قوه ليانا بانها تنشر الشر في كل مكان. لكن بيظهر اندي في الوقت ده وبيحاول بكل الطرق انه يحجم ليانا ويخليها توقف قوه الشر اللي هتدمر بيها العالم. لكن بسبب ان الشخص الخفي متحكم في قوه ليانا ومتحكم كمان في جهاز الاسبير اللي موجود جواه قوه الدولفين، وبيقدر انه يعمل تنويم مغناطيسي لاشخاص كتير جدا وبيطلع اشباه لناس كتير، وبيكون الكل مش عارف هو بيحارب مين. وفي الوقت ده بيستخدم هويبو كل قوته عشان يقدر ينقذ ليانا وينقذ العالم من الدمار. لكن بسبب التشويش المغناطيسي اللي هو فيه بيبدأ يفتكر كل اللي حصل زمان، وبيسمع صوت ابوه وهو بيقول له انه مجرد وحش زي امه عايش للدمار فقط، وانه مش شخص طبيعي. وبيفتكر هويبو اللحظه اللي اتضرب فيها بالنار، وان في اللحظه دي وبعد ما فقد الحياه ظهر قدامه شخص واداله كل القوه الخاصه بيه. وبيفوق اندي من كل التخيل اللي هو فيه، وبيقول ان لازم يركز عشان يقدر ينقذ كل ده. وبيقرر انه يستخدم القوه الكامله بتاعته، وانه لازم يضحي بنفسه عشان حياه الاسبير. اما اندي وزعيم الاسبير الياباني بيدخلوا للمكان اللي محبوس فيه جسم ليانا، واللي بيستخدموه عشان يخلوها تظهر في اماكن مختلفه وتعمل حاجات كتير مليانه شر. وفي الوقت ده عقل ليانا بيكون متوقف بالكامل، وبتفتكر اليوم اللي هربت فيه من الملجأ بعد ما حاولوا انهم يقبضوا عليها عشان يستخدموها كفار تجارب. وفي اليوم ده هويبو اللي لقاها واخدها عشان يحميها، وقال لها انها هتكون من ضمن العيله بتاعته. في الوقت ده بيكون هويبو عمال يستخدم في القوه بتاعته لحد ما بيقدر انه يدمر المختبر، وبيخلي جسم ليانا يتحرر وبيبقى موجود مع روحها. والقوه بتفضل تزيد بشكل مش طبيعي لدرجه انها خلاص بتكون هتقضي عليه. لكن اندي اما بيشوف كده بيجري على هويبو وبيمسكه، وبيقدر انه يسحب منه كل القوه بتاعته لحد ما بيغمى عليه. واول ما بينتهي كل ده بيطمن هويبو على اندي وليانا، وبيقولوا انه دلوقتي بس اتاكد ان كوميكين هو السبب في كل اللي بيحصل ده. وبيستخدم قوه الاحساس بتاعته وبيعرف مكان كوميكين، وبيروح له وبيساله ازاي لسه عايش بعد ما قتله. فبيقول كوميكين لاندي ان مش هو بس اللي عنده قوه الحياه بعد الموت. فبيضحك اندي وبيقول ان المره دي مش هيقتله، لكنه هيسحب كل الذكريات اللي في دماغه واللي هتنسيه كل اللي حصل، وانهم اكيد هيتقابلوا بعد سنين كتير جايه. وبيروح هويبو يرجع الجهاز الخارق الخاص بدماغ الدولفين، وبيرجع هو والفريق بتاعه للسفينه بعد ما عدلوها ورجعوها زي ما كانت. واندي وقتها بيودع ليانا والفريق وبيقرر انه يمشي ويسيبهم، وبياخد حاجته وبينزل يقابل هويبو. وبيقول هويبو انه ممكن يكمل معاهم في الفريق لو عاوز، لكن اندي بيرفض وبيقول انه مش حابب يكون تحت اداره حد. ولما بيقلع اندي السلسله وبيديها لهويبو، هويبو بيرفض ياخدها، وبيقول انه هيسيبه يلف لفته، لكن متاكد انه هيرجع ليهم تاني وهيكون واحد من ضمن الفريق بتاعهم. وبيروح هويبو وباقي الفريق، وبيطلع هويبو للسفينه وبيبداوا رحله جديده ومهمه تانيه. ولحد هنا بتخلص حكايتنا. اتمنى تعجبكم. سلام.